في قناة أثر الزمان بنرجع بالزمن لورا ونعيش قصص ناس سابوا علامة في التاريخ. لو بتحب الحكايات اللي فيها معاني وعبر وأبطال بجد يبقى مكانك معانا. اشترك في القناة وخد مكانك في رحلة أثر الزمان. فاكر لما قلنا أن أبو عبيدة كان القائد العام على جيوش المسلمين في الشام؟ بعد ما دخل الشام وبدأ ينظم الأمور. خلي بالك، احنا مش بنتكلم عن قائد عسكري بس، احنا بنتكلم عن والي ومسؤول ومربي لأمة كاملة. واحدة من أعظم المواقف اللي حصلت له لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جه يزور الشام. دخل عليه في بيت بسيط جدا مفهوش أي مظاهر غنى. سأله: فين عفشك يا أبو عبيدة؟ رد عليه وقال: إنه يكفيني من الدنيا هذا البلاغ. يعني بيقول له أنا مش محتاج أكتر من كده. تخيل، قائد بحجم ده بيعيش زي أي إنسان عادي ويمكن أقل. وفي موقف تاني عمر بن الخطاب شافه لابس هدوم فيها رقع فسأله: أين جهازك؟ فين اللبس اللي يليق بمكانك؟ رد عليه وقال: يا أمير المؤمنين، إحنا قوم أعزنا الله بالإسلام، مش باللبس ولا بالمظاهر. ناس كتير كانت بتفتكر إن المنصب يعني رفاهية، لكن أبو عبيدة علم الناس إن المنصب يعني مسؤولية وتواضع وخدمة للناس مش لنفسك. وكان بيخرج بنفسه يلف على الناس، يسأل عن أحوالهم ويشوف محتاجين إيه. كان بيشيل مع الجنود وياكل معاهم وينام زيهم. الكل كان بيحبه مش عشان سلطته لكن عشان قلبه. وفي مرة من المرات في حد اشتكى من والي تاني، فأبو عبيدة قال له: إحنا مش جينا نحكمكم، إحنا جينا نخدمكم. ده مش كلام قائد عادي، ده كلام رجل مؤمن بجد، حط الآخرة قدام عينه قبل أي حاجة. لو حسيت إن الدنيا مليانة ناس بتدور على المنصب علشان نفسها، يبقى لازم تتعرف أكتر على شخصية زي أبو عبيدة اللي شال المسؤولية. ومش بس كده، ده شالها وهو بيضحك وبقلب راضي. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك، اشترك للقناة، فعل الجرس علشان توصلك آخر حلقة من السلسلة وفيها نهاية قصة أمين الأمة. قلنا في الكومنتات إيه أكتر موقف حسيت فيه بعظمة تواضع أبو عبيدة. استنونا في أثر الزمان.